فليه نحط نفسنا مع اقرب الناس ان احنا ما نريحهمش؟ في كلام بنسمعه كتير من الازواج والزوجات بالنسبه لعلاقتهم ببعض، واكيد كلكم بتسمعوه، واحيانا خلينا صراحه بقى مع بعض يمكن بنظبط نفسنا بنقول احنا الكلام ده عايزين نقوله خالص، عايزين يخرج بره نطاق الحياه مش بس العلاقه. يعني طبعا اوفرول علاقتنا بالازواج والزوجات، لكن انا كمان عموما بعلاقتنا بالبشر. تعرفوا ايه هي كلمه انا مش هريح، انا مش هريح، انا مش عايز اريح، انا مش عايز اريح؟ ليه يا جماعه؟ ليه نبقى سبب في وجع قلب الاخرين؟ ليه؟ على فكره ده عند ربنا حاجه كبيره كبيره بجد، ان هو ربنا على فكره بيحبنا جدا، وهو ربنا سبحانه وتعالى اكتر حد هيدافع عننا لو في حد ضايقنا. فليه نحط نفسنا مع اقرب الناس ان احنا ما نريحهمش؟ ده انت وظيفتك في الحياه تريح، وهي وظيفتها في الحياه انها تريح، لكن تبقى مثلا عارف هي عايزه ايه بس تغلبها على ما تقول اللي هي عايزاه، او على ما انت تنفذ اللي هي عايزاه. انت تبقي عارفه هو عايز يوصل لك ايه، لكن لا مش هريح، مش هخليه يوصل لي اللي هو عايز، مش هعمل له اللي هو عايز. يا جماعه المشاعر دي كلها مشاعر سلبيه، مصدرها ايه؟ ميد ان شيطان. فلما تبقى المشاعر السلبيه دي وعارفين ان الشيطان هو اللي بيقول لنا اعملوها ونعملها، دي اصلا ظاهره خطيره جدا. فازاي بقى يبقى لينا عين بعدها نشتكي انه امورنا مش ماشيه كويس، او علاقتنا مش حلوه مع الطرف الاخر، او ان هو مش كويس معايا، او ان هو راح عرف واحده ثانيه، او ان هي طلبت الطلاق وعايزه تمشي وتسيبني؟ يعني لينا عين بالذمه؟ طب لينا عين نشتكي من الموضوع ده؟ والله دي حاجه خطيره جدا. فعايزين كده نتفق مع بعض، اللي يشوف الفيديو ده يعتبرها رساله موجهه ليه هو شخص، تمام، او ليها هي شخصيا، ان مع شريك العلاقه ده نمره واحد في ان احنا وظيفتنا ان احنا نريح بعض، مع البشر كلهم ده نمره اتنين ان احنا نريح الناس، نبقى سبب في راحه الناس. والله نعرف ربنا هيفتح لنا سكه شكلها ايه، وهيريح قلبنا ازاي، وربنا هيبعت لنا كده حاجه في وقت احنا محتاجينها فيه علشان نرتاح واحنا محتاجين الراحه. صدقوني وجربوا وشوفوا.